ومهتاب شقيقتان تركيتان أمضتا أكثر من عامين في حياكة هذه السجادة، ولا تزالان بحاجة لعام آخر لإنهاء حياكتها بخيوط الحرير الخالص، رغم أن مساحة السجادة لا تتجاوز المترين. حال يلدز ومهتاب كحال كثير من الفتيات العاملات في هذا المصنع الذي يعتمد على الإنتاج اليدوي فقط. نعمل في هذا المجال منذ 20 عاما. أنا وشقيقتي نعمل على حياكة هذه السجادة منذ 20 شهر، ونحتاج إلى 15 شهرا إضافية للانتهاء من حياكتها. عملنا صعب ويحتاج للصبر. مصنع هركة أسس قبل 150 عاما، وبالتحديد في عهد السلطان العثماني عبد المجيد، حين كان نشاطه يقتصر على تزيين القصور العثمانية بالسجاد واللوحات الفنية المصنوعة من الحرير. على مدار الزمن أصبح المصنع يقدم منتجاته للطبقة الثرية من الشعب التركي فقط، لغلاء هذه المنتجات التي يتراوح سعر القطعة منها ما بين $1000 و$1,000,000 أمريكي. تختلف أسعار منتجاتنا حسب المدة الزمنية التي تستغرقها صناعة السجادة، وحسب نوع خيوط الحرير المستخدمة في حياكتها، بالإضافة لمدى رقة القطعة، فكلما كانت رقيقة كانت أثمن. وينتج المصنع أيضا لوحات فنية ساحرة مصنوعة من الحرير الخالص، يقبل الزبائن على شرائها من تركيا وخارجها. يكمن جمال السجاد هنا في خيوط الحرير المستخدمة في صناعته، وفي خبرة النساء التركيات العاملات في هذا المجال. ورغم عراقة صناعة السجاد في تركيا فإنها تبقى متجددة، لا سيما عبر تحديث النقوش والرسومات. مهران عيسى، سكاي نيوز عربية، إزميت.